طفل لا يرتدي نعالا ولم يتذوق يوما لحما. أليس غريب أن نرى طفلا بهذا العمر يحمل سلاحا عوض أن يتعلم حروفا أو يلعب ألعابا أو يشاهد التلفزيون كبقية أطفال العالم. سلاما على غزة، سلاما على غزة التي ما رأت يوما سلاما، سلاما على بلاد مات فيها الكلام، سلاما على فلسطين التي تعيش كل يوم أهوال القيامة. ضيوفنا الكرام، ستنتهي الحرب يوما ويعود الزيتون فلسطينيا، ويعود البن يمنيا، واللحن عراقيا، ويعود الياسمين سوريا، ليبقى الفخر والعز جزائريا والنصر عربيا إسلاميا. ضيوفنا الكرام، أساتذتنا المحترمين، طلبتنا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم كل باسمه ومقامه وصفته، مع حفظ الأسماء والألقاب هنا بمدينة يحيطها الورود من كل جهة. نعم، هنا بمدينة البليدة، هنا بجامعة البليدة لتكريم الطلبة الفلسطينيين المقيمين بالجزائر لسنة 2024. الجزائر التي كانت ولا زالت وستبقى دوما السند الذي تتكئ عليه القضية الفلسطينية. خير ما نستهل به محفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على آذانكم الشيخ والقارئ الجزائري عبد العزيز سحيم. اعتزازا وافتخارا واحتراما لجد وطننا العزيز الجزائر، أدعوكم الآن للوقوف لنشيد الوطن الجزائري. قسمنا على العهد ولم نخن، فشهدنا على التاريخ ولم نكن. الجامعة الجزائرية عنوان أبرز لنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن المحاور الأساسية للهوية. الآن سيتم تقديم عرض مفصل لإنجازات الطلبة الفلسطينيين المقيمين في الجزائر. تابعوا معنا وسنعود بعد لحظات. شكرا لكم.